انا جاي النهارده اكلمكم عن هاتف من ريلمي ببطاريه عملاقه ممكن تقعد معاك لحد يومين او 3 ايام كمان، مع دعم ال 5G مع معالج كويس. والصراحه الموبايل فيه شويه مميزات كده، ولكن كالعاده انا هكون صريح معاك، هي ريلمي بتستعبط والموبايل برضه فيه عيوب على فئته. فاللايك والاشتراك ويلا بينا نبتدي، ويا اهلا بيكم يا احلى متابعين في قناتكم مو بي سي. جايين النهارده نتكلم عن هاتف الريلمي البي 4 ار ال 5G او بي 4 ار ال 5G. هنتكلم كالعاده عن كل مواصفات الهاتف، مميزات، عيوب، سعر، وكمان في مقارنه مهمه جدا في النهايه. فاعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي. في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنه مع افضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. كالعادة زي ما احنا متعودين نشوف تصميم الجهاز اول حاجة، وتصميم الجهاز هنا تصميم اعتيادي خالص، شفناه كتير في هواتف كتير قبل كده، تصميم الكاميرات اللي تحت بعض دي. وطبعا في الرينج لايت اللي ورا ده بينور 9 الوان، ودي حاجة الصراحة محترمة وكويسة. عموما انا من وجهة نظر انا كذوق يعني مش بيعجبني تصميم الكاميرات ده، لكنه عموما بيعجب ناس تانية، وتصميم شكله كويس مش وحش. في الاخر يعني زي ما بقول دايما هو اذواق ووجهات نظر، وبيختلف من شخص للتاني. وخامات الهاتف هنا كلها بتيجي من بلاستيك، وده طبيعي في السعر ده. نتكلم عن الشاشة اللي هنا جاب حجم 6.8 بوصة، جودتها HD بلس، وبدقة 1570 في 720 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 254 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها IPS LCD، معدل التحديث 144 هرتز، والسطوع بتاعها 1200 شمعة. وللأسف الشاشة هنا من أول عيوب الموبايل ده، كالعادة نفس الاستعباط بتاع ريلمي، نفس الاستهبال في الفترة الأخيرة. الشاشات كلها مش كويسة في سعرها، وموجودة في هواتف أرخص منها بكتير. فأنا هقولها لك صريحة، الموبايل ده عشان بيقدم 5G فهم مضحيين بالشاشة، لكن بتقدم 5G او لا، الشاشة بنضحي بيها رسميا. الشاشة مش الافضل في السعر ده، معدل تحديث عالي، ولكنها مش الافضل في السعر ده. والمنافسين بيقدموا شاشات افضل، بيقدموا شاشات اموليد، بيقدموا جودة 1080. فللاسف هقول لك صريحة، الشاشة مش الافضل في السعر ده. على طول نخش على اداء الجهاز او المعالج ونشوف هو بيقدم ايه. والمعالج هنا هو المعالج المعتاد في السعر ده من ريلمي برضه، الميديا تك ديمنسايت 6300 اللي بيجي بدقه تصنيع 6 نانو. والمعالج ده زي ما احنا كلنا عارفينه واتهرس في كل حاجه في الفتره الاخيره، بيحقق انتوتو حوالي 550000 نقطه، 600000 نقطه في الحدود دي. المعالج ده الصراحه كويس، معالج مناسب وكويس في السعر ده، وحقيقي مناسب على فئته زي معظم المنافسين، وكمان بيتفوق على بعض المنافسين. هيقدم لك اداء كويس في المهام اليوميه العاديه اللي كلنا عارفينها، فيسبوك، مكالمات، يوتيوب، تصفح، تنقل بين التطبيقات والبرامج، كل الكلام ده. وهيكون كويس في الالعاب، هيشغل لك العاب زي بابجي حوالي 60 فريم. في النهايه انا بقول هو مناسب على سعره، عشان ما تشغلش عليه اقوى حاجه في الدنيا وتقول بيعلق، هو مناسب على السعر بتاعه. فمن الاخر المعالج كويس الصراحه ومناسب ومش هيأثر معاك. ريلمي منزله الجهاز ده بثلاث نسخ، ال 128 جيجا مع 4، وال 128 جيجا مع 6، وال 256 جيجا مع 6. والجهاز بدعم تركيب كارت ميموري خارجي بيركب مكان الشريحه التانية. بالنسبة للكاميرات فالجهاز بيجي باتنين كاميرا خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية للعزل، وبتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانية. وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 8 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانية. نتكلم عن بطارية، ودي من ميزة الموبايل ده، وريلمي بتسوق الموبايل ده على اساس البطارية اساسا. بطارية بحجم 8000 ملي امبير، بطارية كويسة وممتازة، وريلمي بتقول انها بتقعد معاك 3 ايام، لكن مع الاستخدام في البطارية تقعد معاك يوم ونص او يومين بشكل مستريح. ادائها الصراحة كويس، وهي بتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ودي سرعة مناسبة في السعر ده، وبتدعم الشحن العكسي. الجهاز هيجي باندرويد 16، الجهاز ما بيدعمش NFC، وده اعتقد عيب في السعر ده الصراحة. الجهاز لا يدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، وده برضو عيب في السعر ده. والجهاز مقاوم لطرطشة المية والغبار بشهادة IP65. والجهاز مقاوم للصدمات والكسر بشهادة معتمدة لحد 1.8 متر أو متر و80 سنتي. وطبعا الجهاز بيدعم خدمات الجيل الخامس، ألوان الجهاز هما الفضي والتيتانيوم والبنفسجي. والجهاز بيدعم البصمة موجودة فيه جنب الهاتف أو في زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة مو بي سي، احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده وبياخد وقت ومجهود. فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني، ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. نتكلم عن المميزات. الصراحة المعالج ممتاز وكويس على السعر ده، برضو البطارية كبيرة وممتازة وتقعد معاك وقت كويس، وكمان الشحن كويس. وطبعا الجهاز بيدعم خدمات الجيل الخامس في السعر ده، ودي حاجة كويسة.
طيب بالنسبة للعيوب، الصراحة زي ما قلت لك الشاشة مش الأفضل تماما في السعر ده. هي معدل تحديث عالي ولكنها مش أموليد وكمان ولا 1080، فالصراحة هي سيئة في السعر ده. كمان مفيش دعم من NFC ولا في سماعات ستيريو ولا في أي إضافات من الكلام ده. بعد ما شفنا كل حاجة عن الهاتف خلونا نعرف السعر. خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار احنا متوقعينها كالعادة، يعني علشان الجهاز ولا نزل مصر ولا السعودية. والاسعار دي للنسخة ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر حوالي $320. السعر متوقع في مصر حوالي 12000 جنيه، اما السعر المتوقع في السعودية حوالي 900 ريال. طيب كده حلو قوي، بس لو الجهاز ده ما عجبنيش ايه بقى المنافس بتاعه في نفس سعره؟ هقول لك عندنا هاتف الانفينكس هوت 16 برو بلس. هاتف ده هو اقوى منافس للجهاز اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، فهنخش على مقارنه سريعه بين الجهازين. ولكن قبل المقارنه احب اقول لك ان احنا عملنا مراجعه كامله للانفينكس هوت 16 برو بلس، لو تحب تشوفها هسيبها لك في الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج الريلمي هو الميديا تك ديمين سايت 6300، ومعالج انفينكس هو الميديا تك هيليو جي 200. وهنا معالج ريلمي بيتفوق بس بفرق مش كبير. بالنسبه للشاشه فريلمي جايب الشاشه IPS LCD جوده 720 و144 هرتز معدل تحديث، وشاشه انفينكس شاشه اموليد جوده 1.5K و144 هرتز معدل تحديث برضه. وهنا شاشه انفينكس مش بس تتفوق لا تكتسح. ريلمي بيجي ببطاريه 8000 ملي امبير وشحن سريع 45 واط، انفينكس 5160 ملي امبير وشحن سريع 45 واط. وهنا ريلمي تتفوق بفرق محترم بسبب البطاريه. ريلمي ما فيهوش NFC ولا فيه سماعات ستيريو، ولكن انفينكس فيه NFC وفيه سماعات ستيريو، وهنا انفينكس افضل. تعالوا نشوف فرق السعر ما بين الجهازين، مع العلم ان سعر ريلمي ده سعر متوقع لانه لسه منزلش مصر، انما سعر انفينكس في مصر ده سعر رسمي. سعر ريلمي المتوقع النسخه ال 128 جيجا مع 6 حوالي 12000 جنيه. سعر انفينكس الرسمي في مصر نسخه ال 256 جيجا مع 8 حوالي 12000 جنيه. في النهاية لو انت عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رايك في هاتف الريلمي B4R ال 5G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة.